باش توصل الانسان انت لهاد الدرجه البنات يدمروك في حياتك. انا كون كنت هضرت معاكم كنت غنفجر والله الا كنت غنطرطق. انا واحد النهار ما عرفتش واش كتبان لكم، هي يدي ضربتها من هنا كنت باغا ننتحر، موراها واخا ضربت يدي ما موتش، موراها شربت واحد الكميه ديال الدواء بزاف باش نموت عاوتاني. جات واحد البنت داتني للطبيب، مشينا كلينيك سالم وقبلونيش تما حيتاش يعني كيتسمى مشكل بالنسبه ليهم. شدوني من تما داوني لسبيطار محمد الخامس، قال لك دابا خصنا نغسلو لك كلاوي اولا غتموت، حالتها خطيره. ما عرفتش شنو نقول والله البنات، بزاف الحاجات باغا نقولهم لكم ولكن ما قدرتش. البارح ملي مثل الله كنت كنعاود لكم داكشي، بزاف الناس دخلوا عندي قالوا لي ما تعاودش هادشي، ما تهضرش على هضركم، ما تعاودش على كذا، ما تعاودش على كذا. لا عاد عاود، علاش ما نعاودش؟ علاش هما فكروا ملي بعدوا عليا، علاش هما فكروا البنات صحاباتي ملي اذوني الصحه ديالي، هما فكروا ملي ضيعوني انا في الشعر ديالي، هما فكروا انني وصلوني انا لهاد المرحله. شوفوا الشعر كيعامل، شفتوا البنات، الثقه في البنات والسي شنو ممكن يعمل فيكم. هيدا كيفاش تقدروا تشوفوا اصلا في المرايه، واش من بعد هادشي داك المرايه وقع لكم تقدري تشوفي في المرايه. كاين كي باغي نشوف في المرايه كنت كنبقى جالسه بحال المرايه ونشوف وهادي ونقول على راسي الحمد لله ربي عطاني صوره مزيانه، الحمد لله ما نقصني والو، الحمد لله ربي رزقني وهادي. غمضت عيني فتحتها راسي ما عندي والو. كانت عندي شي صحاباتي كيجيو عندي للدار وداكشي كنفتح لهم بابي، كنت عطيهم واحد الثقه بزاف. من بعد واحد المره اكتشفت ان خداو لي، واخا نقدر نقولها في قدام الحيط ديالي، خداو لي ملابس داخليه، وكلوني توكل، وهادشي هذا كان سبب لي كنت تشلت من رجلي وتشل لي هاد النص ديال الوجه ديالي كامل، وحتى اللسان ديالي رجعت خايفه الهضره، ما كنقدرش نهضر وكذا. فمن بعد جابوا لي الراقي نضال وكان كيقرا لي وهادي، وكنت فيما كنحاول نبغي نصلي رجلي كيكفشلو اكثر واكثر، ما كنتش كنقدر. البدايه ديال الدمار النفسي ديالي هي هذيك العلاقه، لانني عطيت فيها كل الطاقه ديالي، كنت وفيه، بغيت من القلب ديالي بزاف، فحيت بغيت بزاف دفعت ثمن غالي. علاقه لمده طويله وصلنا حتى للزواج، اننا نتزوجوا وكذا. فجاه وقعوا شي تغييرات ما عرفتش كيفاش، مي اللي غنقدر نقول هو حسبي الله ونعم الوكيل فقط. كما تدين وتدان، انك تكون بغيتي من قلبك هذا ماشي غلط. الغلط هو انك تأذي واحد الشخص، كتوعد وعود كاذبه بزاف الحاجات. فصعيب انك تكون انت بغيتي واحد الشخص من قلبه ويمشي ويعيش حياته عادي بحال ما كاين والو، وتشوف فرحان وعايش نفس الحاجه اللي كان عايشه مع شخص واحد. عمري ما قلت هذا الشيء، ولكن هو اللي ولدتني فاش ما بقاش كنصيفط الفلوس ما حقلش عليا، ما كنت بغيت غير ندخل المغرب نعيد معاهم، قلت ما تجيش. عيطت لها فاش جيت قلت ماشي مشكل مسامح كريم، قلت لها نقطع لك بيا بيزنس ونجي ونفرح بيك وندور بيك. هي خاصك تصيفط لها غير الفلوس، ما تصدعيش لها راسها، ما تجيش دوز معاك وقت، شي حاجه انت محتاجاها خاصك تعطيها غير هي شنو محتاجاها. هنا كتعرفي انا في الحياه ربي شي مره كيلاقيك بواحد الناس اللي كيعاودوك على بزاف ديال الحوايج كتكون انت محتاجاهم، وناس بصح كيعطيوك داكشي اللي انت محتاجاهم. اذا دابا تقدري تكوني انت بالنسبه لك عطيتيني غير مسمن وبضبوط وليني عطيتيني واحد الطريقه اللي كنت محتاجاها من شحال هادي، وعطيتيني واحد الحب اللي انا كنت محتاجها شحال هادي. اذا نقولها لك قدام الناس، انا تحتاجي دمي نعطيه لك. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع اليوم وهو القصة المأساوية ديال المؤثرة الشابة دلال اللي عملت ضجة كبيرة في تيك توك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. هي قصة كتجمع ما بين حب ضائع واتهامات السحر وخذلان العائلي وصلت بها لحد محاولات الانتحار. دلال كانت مرتبطة بواحد المغني معروف اللي كان في الاول ممزوج، هي كانت كتعرفو قبل ما يتزوج ومن بعد تفارقوا. فاش كانت دلال كتشكي معاناتها وحالتها النفسيه للمتابعين، خرج المغني واعلن على خبر الحمل ديال مراته الجديده، وهذا الاعلان جا صاعق ومؤلم لدلال وزاد كمل عليها نفسيا، حيت حست باللي هي كتعيش الدمار وهو كيعيش السعاده ديال تاسيس عائله. بسبب هاد الضغوطات النفسية والعاطفية دخلت دلال في موجة يأس خطيرة دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها. حاولت دلال تقتل راسها بيأس وضربت يديها،
قصدها محاولة الانتحار ورجوع اليد. وحاولت محاولة تانية، عودت وحاولت مرة تانية، شربت الدواء الكمية كبيرة اللي شربت. فاش تعرضت دلال لهاد المحاولات الخطيرة، كانت الصديقة ديالها اللي واقفة معاها وساندتها في ديك الفترة الصعيبة، وقدرت تعتقل آخر لحظة. دلال كتأكد باللي هاد الدمار اللي وقع ليها وتشريد حياتها هو نتيجة سحر. وتشريد حياتها هو نتيجة ديال السحر، ووجهت أصابع الاتهام لأقرب صديقاتها بلي هما اللي كانوا وراء هاد الأعمال الخايبة بدافع الحسد والغيرة. من الأعراض البارزة اللي ولات على دلال هو تساقط الشعر بشكل كبير، هما اللي كتربطو بتأثير السحر اللي تعرضت ليه. دلال ما لقات حتى شي دعم، لا من الوالدين ديالها ولا من الأقارب، اللي خلاها تواجه المحنة بوحدها. الصدمة الكبيرة هي أن الوالدين ديالها تخلاو عليها وقطعوا عليها العلاقة بشكل نهائي، حيت شافوها في واحد الفيديو هي كتدخن، وهذا الرفض زاد من العزلة ديالها. هاد القصة المؤثرة خلات بزاف ديال المؤثرين يتعاطفوا معها ويدعموها معنويا، حيت شافوا هذا الظلم اللي تعرضت ليه. ومن ضمن المؤثرات اللي كان التعاطف ديالها قوي كانت طاطا هالة صرحت باللي هي حاسة بدلال وكتفهمها مزيان، حيت براسها دازت من واحد الفترة صعيبة تقريبا بحالها، وبقات كتعاود على المعاناة ديالها هي مع الأم ديالها. وبعد هادشي كامل، القصة ديال دلال كتبقى درس كبير لينا كاملين باش نعرفوا باللي الشهرة ولا الأضواء ما كتعنيش بالضرورة السعادة. كتبين لينا هاد القصة باللي الوحدة والخذلان كيقدروا يدفعوا الانسان للهوية، وباللي ابسط كلمة ديال الدعم او التعاطف تقدر تنقذ حياة انسان. نتمنوا لدلال الشفاء العاجل، ونتفكروا ديما نكونوا سند لبعضياتنا. واخا دلال مازال كتعاني من هاد الازمة اللي بدات بعلاقة حب ولات سحر ومحاولة انتحار، لقات يد المساعدة والدعم غير من مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من طاطا هالة اللي حست بها. قصة دلال كتورينا شحال اللي فات عليها صعيب، وكنتمناو ليها من هذا المنبر الشفاء وبداية جديدة وموفقة بعيدة على الضجة والمشاكل اللي تعرضت ليها. وصلنا نهاية الفيديو، ما تنساوش تعملوا لايكات للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.